السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا جدا وان شاء الله هتعجبكم كلكم. هنعمل مع بعض اومليت بالخضار زي ما انتم شايفين، طبعا كلنا بنحب الاومليت. وصفة لذيذة جدا ونقدر ننوع في الخضار اللي احنا بنضيفه ونضيف اي نوع احنا بنحبه زي ما تحبوا بالظبط. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان توصلكم كل وصفاتنا. هنبدأ مع بعض الفيديو. زي ما انتم شايفين في البداية معايا طاسة على البوتاجاز فيها معلقة سمنة بلدي. اول ما تسخن معايا طبعا هنزل ببصلة مفرومة وهقلبها واشوحها كويس جدا في السمنة. طبعا السمنة البلدي بتدي نكهة وطعم حلو جدا للبيض. هشوحها كويس جدا البصلة. وعندي طبعا قرن فلفل رومي زي ما انتم شايفين، انا مقطعاه قطع صغيرة جدا. ونقدر نضيف فلفل حامي زي ما نحب. وهقلبه واشوحه كويس جدا مع البصل. زي ما انتم شايفين هستمر في تقليبها كده واشوحها. خلاص كده هبدأ اضيف طماطم. معايا طماطمية كبيرة زي ما انتم شايفين مقطعها قطع صغيرة. وهقلبها كويس واشوحها مع البصل والفلفل. وهقلبها لمدة 5 دقايق، لمدة دقيقتين سوري. وهضيف لها التوابل طبعا ملح وفلفل. وهضيف كمان كمون وكزبرة حسب الرغبة. وهسيبها تستوي كده شوية زي ما انتم شايفين. وطبعا عندي 5 بيضات انا ضربتهم كويس بالمضرب زي ما انتم شايفين. وهبدأ اضيف البيض، هضيفه بالتدريج مش في مكان واحد زي ما انتم شايفين كده. هوزع البيض في الطبق زي في الطاسة زي ما انتم شايفين. وهغطيها واسيب البيض يستوي كويس. زي ما انتم شايفين هي خلاص كده قربت تستوي. انا هجهز طبق وعشان ابدأ اقلبها عليه على الوش التاني بحيث ان هي تاخد لون من الناحية التانية كمان زي ما انتم شايفين. انا قلبتها وهسيبها تاخد لون وتكمل سوا. وطبعا اتأكدت ان هي استوت كويس جدا. مهم ان احنا نتأكد ان هي استوت كويس جدا. خلاص اخدت لون كده واستوت. وانا كده خلاص هطفي عليها. وزي ما انتم شايفين ده الاومليت بالخضار، نقدر نضيف عليه جزر، نقدر نضيف اي خضار تاني احنا بنحبه. ممكن نضيف بصل اخضر. ودي كانت وصفتنا النهارده، جربوها ويا رب تعجبكم. مستنيه تعليقاتكم وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل وصفاتنا. وبالهنا والشفا.